اليوم باش نشوفوا كيفية تحضير الملاوية بأسهل طريقة. احنا نعرفوا الناس الكل نحبوها ونشتهوها، وفي نفس الوقت هي صعيبة برشا. هاي عجنينها، هاي ما نعرفشنو. اليوم احنا عنا طريقة اخرى، باش ناخدوا كيلتين سميد عليهم كيلة فرينة، باش ناخدوا مغرفة صغيرة خميرة تاع جاتو، باش ناخدو زيت زيتونة حكاية مغرفة كبيرة، وبالطبيعة ما ننساوش الملح حسب الذوق. نخلطو مليح مليح. احنا السر لهنا في كيفية انك من غير ما تتعب وتعجن. حطوا الماء يكون دافي شوية، جينا لميناها. ناخدو بابي سيلوفان، نحاولوا انها نلموها بالكدا بالبابي سيلوفان. توا باش نكتشفوا وين باش نحطوها. هذه ماكسي بول، معناها تابروير، واللي ما عنده نحطوها لهنا. نحاول ان نسكروا عليها، واللي ما عندوش نحطها في الكوكوت، وبهكاكا 15 دقيقة تخمر كومبليتمون العجينة. العجينة خمرت، ناخدوها نكعبروها كعبرات صغيرين كيف هكا، ونحاولوا نغطوهم بالبابي سيلوفان باش ما يبسوش. احنا في نفس الوقت يعني حسب الذوق، يا ناخدو زيت زيتونة معناها كامل، يعني ناخدو نخلطو ما بين زيت زيتونة وزيت القطانية. نفطروها كيف هكا بالكدا بالكدا. نحطو الزيت، على قدر ما نفطروها على قدر ما هي تتحل. شوف نمسحوا بالزيت، خلوها ديما على جنب كالعادة. ناخذهم الكل، كل واحدة كيف هكا. حسيلو المهم هذيا الملاوية هذه باش نطيبوها في المقلة، لكن احنا مقلة كيف هكا جديدة ما نفسدوهاش. ناخذوا مقلة قديمة كيف هكا ونحاولوا نستعملوها الكعبة. نحاولوا ان نفطروها هكا، نجو كيف ما تحب تعملها مربع، تعملها مدورة، انتي وشنو ما تحب. والكبرز ده حسب
الكبر بتاع المقلة بتاعك هكا صايي، معناها كملت الكعبة. نهزوها طيبوها. حطينا هكاويك كعبة الملاوي على النار، ديما نحاولوا ان نقلبوها على كل شيرة باش تطيب صفرة ذهبة، ما تطيبش معناها شوشت على الجنوبات. من فوا هكا نفجت معناها نوعا ما تطيب، نجمو نجيبو كعبات الاخرين اللي يطابو ونرزنوهم بها هكا باش تطيب مليح. هكا نشوفو شفنا